السلام عليكم. رمضان على الأبواب، ربنا يبلغنا لا فاقدين ولا مفقودين بإذن الله تعالى، وتقضوا أحلى رمضان مع حبايبكم إن شاء الله. هنعمل كنافة بالقشطة بأسرار الحلواني، متماسكة حاجة كده مقرمشة من بره وبتدوب في التم ووهمية. أنا قطعتها وهي سخنة لأن الريحة كانت دمار، الواحد ما قدرش يستحمل لما تبرد ويقطعها صراحة. هقولك على كل الأسرار عشان تطلع معاكي القشطة كده ناعمة وطرية، بدون قشطة وبدون كريمة ولا أي حاجة، بشوية حليب ونشا بس وإضافات بسيطة هتطلع معاكم تحفة. خلونا نصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ونستغفر الله في التعليقات ونبدأ الوصفة. سمينا بسم الله أصحابي. طبعا هنبدأ بالسيرب لأن السيرب لازم يبقى تقيل وبارد، يفضل تعمليه من قبل بليلة أو تعمليه قبلها بثلاث أربع ساعات كده عشان يبقى بارد معاكي، لأن هو لازم يبقى بارد والكنافة تبقى سخنة. هنا نزلت باتنين كوب من السكر ومعايا كوب من المية، وهننزل بربع معلقة صغيرة من ملح الليمون، واللي ما عنده ملح ليمون يقدر يضيف معلقة صغيرة من عصير الليمون. معلقة كبيرة من عسل الكلوكوز بتدي لمعة للسيرب وبتدي طراوة لمنتجات الحلويات الشرقية عامة. بنرفع السيرب أصحابي على نار عالية في البداية. أول ما يبدأ بالغليان يعني يغلي السكر داب تماما، بحسب 10 دقايق، أهدي النار واحسب له 10 دقايق. بعد 10 دقايق هيبدو ان القوام لسه خفيف، لا هو عشان سائل فبيبدو ان هو خفيف، لكن لما نسيبه يبرد بيتقل القوام وبيبقى تقيل جدا وممتاز. اهو زي ما انتوا شايفين تحسوه سائل، بس هو 10 دقايق وطفي عليه مباشرة. بضيف عليه رشة فانيلا سايلة او باودر المتوفر عندكم. تقدروا تحطوا شرايح ليمون، شرايح برتقان، اعواد قرفة، المنكهات اللي بتفضلوها تقدروا تضيفوها. هنترك السيرب جانبا حتى يبرد تماما. طبعا احنا ما عندناش كنافة فريش، الكنافة الفروزن اللي بنشتريها من السوبر ماركت هي المتوفرة. طلعتها من الفريزر مباشرة، مش بنخليها تفك ولا اي حاجة. لما انت بتسويها وهي مفرزنة كده بتبقى سهلة على طول ان انت تكسريها. بنجيب صينية او اي حاجة هتشتغلوا فيها ونبدأ وهي كده خارجة من الفريزر. شايفين مجرد ما بضغط عليها بأطراف أصابعي بتتفتفت بمنتهى السهولة. أنا جربت قبل كده أعملها بالكبة، بس في الكبة بتطلع ناعمة قوي، فالأفضل إن احنا نقطعها بإيدينا أو بمقص حسب المتوفر معاكم. ضفت عليها نص كوباية من سكر الباودر ولازم نغربله أو ننخله عشان ما يكونش فيه تكتلات وتتحرق معاكي أثناء تسوية الكنافة. بنفرك الكنافة كويس جدا بكل كمية السكر الباودر، والسكر الباودر بيديني عامل تماسك للكنافة. بعدها بنزل النص كيلو بياخد كوب من السمنة مش الزبدة. الزبدة فيها حليب، فلما بتضيفيها على الكنافة وتيجي أثناء الاستواء بيتبخر الحليب وتحترق ويحترق في الأطراف، فمش بيدي طعم مرغوب. طبعا السمنة هي الأفضل. فركنا الزبدة كويس، السمنة كويس عفوا بالكنافة. هنا بقى طبعا أنا النص كيلو هعمل بيه وصفتين، فهاخد نص كيلو يعني هشتغل على ربع كيلو فقط من الكنافة، والربع التاني هنعمل بيه وصفة مع بعض تانية إن شاء الله. هنا جبت صينية مقاس 24، هنديها معلقة زبدة كده أو معلقة سمنة وندهنها كويس جدا. في حد هيقول لي ينفع بالزيت، هو مش هيقولك لأ تنفع بالزيت، بس احنا الحلويات الشرقية هي سمنة، وطبعا المتاح عندكم اي نوع سمنة بتفضلوه تقدروا تشتغلوا بيه، حيواني نباتي المتوفر عندك اشتغلي بيه مفيش اي مشكلة. هنا اصحابي بالنظر كده هنحاول ناخد نص كمية الكنافة اللي معاكي، يعني مش النص لا التلتين، يعني هنقسم كده بالنظر تلتين وتلت. التلتين هنخليهم في القاعدة، وزي ما انتوا شايفين كده لازم نغلف الصينية كلها تبقى كلها متماسكة يعني متغطية بالكنافة، وكلها تكون بسمك واحد، يعني ما يكونش في حتة عالية وحتة واطية عشان تطلع معاكي دي اللي هتبقى قلبة الكنافة لما نقلبها ان شاء الله بعد التسوية. هنا بجيب بقى اي كوب معياري او اي طبق، او لو عندك صينية مقاسها اصغر سنة تقدري تغلفيها ببلاستيك راب وتضغطي عليها، ونعمل سور او حرف للصينية ونتركها جانبا. نيجي نعمل القشطة، لأن القشطة لازم نصبها على الكنافة وهي سخنة. هناخد 2 كوب ونص من الحليب، والمقادير دي طبعا لربع كيلو كنافة فهكتبها لكم في صندوق الوصف. هنضيف معلقتين ل3 ملاعق نشا، حسب النشا، فيه نشا بيمسك ونشا ما بيمسكش فانتوا أدرى بقى.
ضفت معلقة من السميد، والسميد بيديها كده قوام ناعم وحلو. اللي ما يحب يقدر يكتفي بالنشا بس، وفي ناس بتضيف بدل السميد معلقة طحين، كل واحد بقى براحتكم. بس دي افضل نتيجة انا حصلت عليها صراحة، النشا زائد السميد الناعم. بدي رشة فانيلا، وهبدأ بقى أصحابي طبعا القشطة بتاعت الكنافة ما بنضيفش عليها سكر، بنكتفي بالحلى اللي هو بتاع السيرب لما نسقي الكنافة على نار متوسطة مع الاستمرار بالتحريك حتى طبعا النشا والسميد دوبناه والخليط بارد، ما ينفعش نضيفه على الخليط ساخن عشان ما يعملش تكتلات ومش هيدوب معاكي. اول ما بيبدأ الخليط يبدأ في الغليان، طبعا احنا معاه تقليب مستمر على نار متوسطة، هتلاقوا بقى القوام بدأ يبقى تقيل، يتقل شيئا فشيئا يعني اهو زي ما انتوا شايفين. نستمر بالتحريك، اول ما تبقبق كده وتغلي كده صار معانا الخليط ممتاز، هنطفي ومباشرة على الكنافة. ما ينفعش نخليها تبرد هتتكتل منك، هتبقى تكتلات. على طول مباشرة انزل بيها على الكنافة زي ما انت شايفة، بنزل بكمية القشطة طبعا كلها، وحاولي يعني تنزلي في الوسط كده وهي هتتوزع. واهم حاجة شايفين عملنا السور، لان السور ده هو الحاجز ان الكنافة ما تخرجش، القشطة ما تخرجش اثناء التسوية من الاطراف وتحترق منك مع التسوية. هنا بقى لازم اخليها تبرد تماما، مش تبرد يعني تبقى باردة باردة، لا مجرد بس ايه، الطبقة تعمل قشرة كده عشان لما نيجي نحط الكنافة ما تبظش منك وتخرج اهي. بردت خلاص، ابدأ احط بقى التلت اللي كنا مخلين نغطي بيه الوجه بتاع الصينية تماما، وبنضغط كده من الجوانب، بنحاول نساوي السطح بأطراف أصابعنا كده بهدوء، أو مثل ما انتوا شايفين كده صار معانا ممتاز. كلها متغطية كلها متسوية. طبعا الفرن لازم يبقى ساخن على درجة حرارة 200، وبحطها في أول رف. طيب هنعرف ازاي ان هي استوت؟ أول يعني أول حوالي بعد 10-15 دقيقة كده بتلاقي الأطراف بتاع الصينية شقرت احمرت، وبتلاقي الأطراف فصلت من الصينية. فصلت يعني انت تعرفي كده مباشرة. يعني شايفين انا حطيتها على الرف الأسفل مع شغلت أسفل فقط ومروحة، هي هتاخد لون مع المروحة. يعني شايفين هي أخدت لون، أنا مشغلتش الشواية، المروحة مع توزيع الهواء عطالي اللون ده وفصلت من الصينية، يبقى عرفت ان هي استوت وخدت لون تمام. لو ما لقيتوهاش لسه فصلت يبقى تعرف ان هي لسه ما اتحمرتش من اسفل. على طول مباشرة وهي سخنة بنقلبها في طبق التقديم. وطبعا السيرب زي ما انتوا شايفين عملناه طبعا وسايبينه يبرد من فترة، مباشرة وهي سخنة شايفين ما شاء الله تبارك الرحمن، واخدة لون تحفة. القشطة ما خرجتش من اي جانب ولا اي حاجة، كأنها طارت كنافة بالظبط، مش مش صينية كنافة. يعني ما شاء الله تبارك الرحمن تحفة. مباشرة بالسيرب او العسل البارد بنسقيها، المقدار ده بياخد المقدار اللي احنا عملناه مباشرة، يعني اللي هو ما يعادل حوالي 1.5 كوب من السيرب او العسل بنسقيها. والمفروض انتوا بقى يعني هي عشان تطلع معاكي قطع متماسكة لازم تخليها تبرد تماما. انا صراحة مستحملتش لان كانت الريحة خطيرة وبتبظ من كل حتة كده، فالواحد ما قدرش يقاوم الطعم والريحة، فانا قطعتها وهي سخنة زي ما شفتوها معايا في اول الفيديو. خلوها تبرد تماما عشان تطلع معاكم متماسكة، وان شاء الله تعملوها في رمضان وتتبسطوا مع حبايبكم طبعا. اهي زي ما انتوا شايفين هي لسه سخنة، لما تسيبيها تبرد تماما طبقة القشطة بقى بتتماسك كويس جدا، وبتبقى حتة واحدة مع الكنافة وبتتقطع بمنتهى السهولة، مقرمشة من بره ناعمة ودايبة من جوه. والريحة والطعم كان ما شاء الله تبارك الرحمن غير طبيعي ورهيب. ان شاء الله هكتب لكم المقادير كلها في صندوق الوصف، ما تبخلوش علينا باللايك والشير والاشتراك. اشوفكم فيديوهات جاية كتير. سلام عليكم.